السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. ادي بقى انت بقى يا مدود. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد زي ما انتم شايفين. معانا بصلايه مبشوره وطماطميه مبشوره بابريكا مدخنة. وبابريكا. طبعا احنا دلوقتي ايه عاملين لكم مفاجاه. بنتبل للعجل. لصينيه الهيصه وروزماري. ده روزماري يا ولاد. روزماري. الله، اول مرة اجربه صراحة. خلاص كفايه كفاية. قلت اضحي. هضحي عشان الجنين يعيش. يا دنيه. هنا دي شوية بهارات بهارات. مشكلة. 7 بهارات مثلا حلوين كده، معلقة كمان عشان العجل كبير. عشان خاطر الحبايب. عشان العجل يشبع كده. كيس فلفل اسمر لسه مش فتحته. ايوه دول ب10 جنيه. حلوين يا ام السيد. حلوين رضا يا ست. حلوين. احنا قلنا حاجة. احنا حاطين الجزم في بقنا ساكتين برضه تاني انتي بتتكلمي في السياسه. هو انا بتكلم في السياسة؟ انا بقول لك اهو. فلفل اسمر حبة حلوين كده. ايوه. اي بهارات عندك حط. يا ترى انت بتتبلي لنا ايه يا ام السيد؟ احط لكم شوية عسل ملح. عادي. شويه خل. معلقتين خل كده حلوين بالبركة. وايه ده تاني؟ بهارات فراخ. ماشي. من ضمن الاشياء. من ضمن البهارات. اي بهارات عندك حطي. اي بهارات عندك اي حطي. حاجة عندك ايه؟ ما عدا الكمون يا ولاد. كزبرة. كزبرة ايه؟ بقلزة. ايوه. اديله ايه تاني يا اختي؟ مش عارفه. شوية دبس رمان كده عندي. ايوه. وهات الصلصة دي يا حضرتك. فين؟ دي محتاجة؟ دي محتاجة. سيبيه مكان. احنا بقى فرحانين يا جماعة. هما فرحانين يا جماعة انا والله. هديك الرومي. يا لهوي قالوا. فرحانين من قالوا دول بصوا مفاضيع. بس مش تنسوا اللايك وشير. مش ننسوا اللايك وتعملوا ما تنزل يا اخويا يا نهار اسوح. عشان في التلاجة فهتلاقيه تقيل. مش بتطلعيه خالص. اه. لا. دي بديل العسل الاسود والعسل النحل برضو يا رحاب. ايوه. ايه ده؟ ده دبس الرمان. دبس رمان. بص احمد واقف فين؟ بص احمد هناك اهو. ده صباع احمد. فريد. شيسو تعملوا لايك والسيد. وشير وتعملوا فريد. ويعملوا ايه؟ لايك. سبسكرايب. بس كده. اعملوا اللي احمد قال عليه ده. مع السلامة. لا لسه ما قلناش مع السلامة. ماما لسه لما نعمله اه. لا فضحونا. مش عارفه. احنا كنا عاملينها مفاجأة. احنا بنقول هنا مش بنقول بره كده عند ما ده انت قلت قدام الناس قدام كلها. الملأ. عايزين نعملها مفاجأة. احنا بنقول عند حبه علينا. اه هو دوت اللي يديك الرومي ده. ايوه. ده للعجل. لا ريحتي كاتشب حلو. كاتشب. ده صلصة ولا مش كاتشب؟ لازم بص اجيب اخرها. ايوه يا ستي. حرام. عشان الحاجة حلوة بقى. شوية زيت يا ولاد. ده بص مو دلوقتي عندي كام سنة؟ 5؟ مين؟ الرومي الرمي عنده 5 سنين اهو. قدك يا فريد. والله السيد ربنا يصلح حاله انا ويخليه. وانا ربنا كان جايب لنا رومية اه. وضحينا بيها. كان جايبها لنا في العيد الكبير وضحينا بها. مش سيبنا العيد الكبير الجاي. وجايبينها مأمنة جايبينها سكت خلاص. لا يا اخي شرط. حبة زيت يا اختي. افصلي كده بعدين. حطينا شويه زيت برضو. حوالي ربع فنجان زيت كده وبتقلب اهو. كوباية. والتتبيله شكلها حلو. والريحة. اهم حاجه الريحه يا كريم. دوق الحدق كده يا كريمة. بعد كده دوق كريمة. اه حلو. تسلم ايدك. انت في اي حاجة لابس. حتى دوق حتى حاجة ناية كمان. هنطلع بقى يا جماعة في الوسع ونعملها. يا رجاله. ده العيد. شفتوا بقى؟ شفتوا العيد؟ عشان اشوف. بس يا احمد. انا بغزغزه كده عشان لما يجي يتحط عشان التتبيلة تخش فيه. عشان اشوف. تعالى نقعد ورايا. مش عايزة اسمع صوت. بدله كده غزة هنا وغزة يمين على غزة شمال. اهو. بص الوراك كبيرة. ما الوراك. شاء الله ما شاء الله. عشان الجناح. التتبيلة يا كلها. لهوي الجناح قد كده. بس يا دود. بتصوتوا ليه؟ بس يا دود. الجناح قد كده. ماشي خلاص اسكت. بس بقى.
بفتحه كده وهي ريحات عشان التتبيله تخش في اللحم كده ويبقى جوه شارب من التتبيله. مش ايوه من هنا عادي بالراحه بس. الجلدة عاملة ماشي. اهي اهي. لا ما شاء الله ما شاء الله. ايوه كده اهو مالي يا حاجة. مش مادي يا عارفة حاج. اعصب. وعملت لهم حلة الكرنب يا ولاد وشلتها في التلاجة انا وام فريدة. أستاذ تعال نذبح العيال. اقعدي خلاص. خلاص. يلا بسم الله. يلا يا ولاد. هتتبل بقى بالتتبيله اديها دي من جوه كده اهي كده يا ام دودو. امسك يا سيدي اتفضل. وهنبيته بقى في التتبيله بتاعته دي انا بعمله من بالليل يا ولاد علشان يشرب من التتبيله مش هيتجهز. لا 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 ده لخمني. عايز ايد ام فريدة معايا. اه لا معايا انا خلاص السيد يا ولاد. وانا اول مرة اعمله. تبي البرة عادي؟ عادي. تاكله من كل حته مش هنسيب فيه ولا حته سليم. خليها أحمر. انا نفسي انت بالذات تسكت. الله 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 جميل. الله الله الله. تحطيه كده يا التتبيله ولاد. ريحتها حلوه قوي على فكره. ايه رايك؟ ريحتها حلوه. كده من الصلصة. ايه رايك يا ولاد؟ حلو. حلو انا عملتها بالبركه. جماعه قالوا لي حبايبي ايوه قالوا لي اعملي بصلصه وكده وبس وزعتر وروزماري. بس انا الصراحه كل شيخ بيبقى ليه طريقته. بصي يا ام دودو بصي نعمل حتة البيضة دي دي. لازاليز يا ولاد. نعمل حتة لازاليزو حتت دهن. سمنيات جميله فيه. والله شوحتها مع الكبده والقناصه. بس يا دوس بس يا فريد. كانت جميله 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 ما شاء الله الله اكبر. الكبده بتاعته عامله زي البلدي ما شاء الله. ماما ايه اللي جواه؟ وكده يا حبايب قلبي خلصنا تتبيله الديك الرومي زي ما انتم شايفين اهون. وقطعنا شويه خضار في باقي التتبيله. فلفل فلفل. على فلفل على طماطم. وقلبناهم عندك كده جزر بقى حط. انا ما عنديش جزر. لايت. اي حاجه عندك اي حاجه هي خضار عندك خضار حطيه. عندي. بس ده هتحشيه جوه المصلحه. جوه المصلحه. جوه الروم. حبه كده وحبه بره وحبه جوه. بس عايزين نربطه الاول. ام فريده مستخسره اغسل ايدها. والله اصل التتبيله ريحتها حلوه قوي. انا دي انا مش واحدة. هنعمل هنكتفه بقى عشان ما يطرش. اهم يلا. حاجه عشان لو طار هو حر. غدانا يا حبايب قلبي. خلاص انا مش عارفه في واحد شايفينه هبلهم يا ولاد على النت. اصله مستفز قوي. بيتكلم في حاجات مش مستفز. لها لازمه كده في الاكل. غدانا يا اخواتي بعد بعد الشغل شوف. حلة محشي وديك رومي. و2 كيلو لحم. انتوا بقى قولوا له غدانا تيس يا ابن التيس. والله غدانا يا اخواتي 25 بيضة. شفتوا كتفنا الديك الرومي. كتير بس كان صح ايوه يا الصبح. بنت تك عليه جامد تقفلي حلو تك اهو عشان والله. مش عشان ما يجريش مننا. هيجري فين؟ ده داخل الفرن وهيتكتف. ولا يطلع دي هنا صينية ولا يطلع الهيصة. هنا. ادي صينية الهيصة. احنا هنوريكم صينية الهيصة بقى برضو. هيدا بس يا فريد دي بقى القرقوشة. دي بقى القرقوشة. ايوه انا اقفله من هنا. كان الراجل اللي بيطلع البصله بتاعته من هنا فتح رحت جاي انا قطعوها بقى اهي. عملنا لها عمليه جراحيه. يلا تسلم اغسل ايدك. ايدي عشان ادخله في كيس الحراري يبقى نضيف. ماشي يا حاج. ثواني يا ام دودو وراجعين معاكي احنا معاكي كلنا منتظرينك على حر من الجمر. على السلامة. وبكده كتفنا الديك الرومي وقفلنا عليه قفله سودا عشان ما يجريش وحطيناه في كيس الحراري اهو. الخضار اهو. بس يا دوس. بس والطماطم والخيار. الطماطم والفلفل. سلطه. نسينا نحط البقدونس. هات انت بهدلت البتاع يخرب بيتك. حلو المصحى. الكلام ده الفريده يا ولاد. بس وعيد هتقفل بقى على الديك الرومي وهنرجع لكم بقى بكره ان شاء الله مع صينيه الهيصه. انتظرونا انتظرونا. ابقوا معنا. ده ينزل فيديو لوحده بعدها